المروكي قال لك لا ما نشوفش الكوتي تاع الطفل. لا ما نشوفش الكوتي تاع الطفل. علاش راكم تسرقوا في المحلات؟ علاش راكم تحرقوا في محل اختك اللي سرقوه انت والله؟ محل باباك انت اللي سرقوه والله؟ سبحان الله العظيم. يعني اشياء. ومن بعد يقول حنا عارفينكم طحاحنا وعارفينكم مش رجال وعارفينكم باللي ماكش خارجين من اصلاب رجال. يخرج لنا منشور كيما هذا، يخرج لنا راس السلحفات البارح بايت سهران مع النساء تاعكم. قولوا لي ثاني تكذب، ياك شفناها في الفيديو. بايت سهران مع المدامات تاعكم، قال مرات هضر معاه قال لها باقي ليله كون جيتو رجال. هذاك الفيديو شفتوه ولا دوكا؟ يقول لك مصطفى جابها من عنده فيديو، راه كاين بارتو، راه مبارطاجي بارتو، حوار ما بين راس السلحفات وفتاه ولا امراه، ما هي امراه تبان في المورفولوجيا تاعها، يعني تبان شعرها طويل، تبان امراه مانيش عارف بالك. قال لها باقي ليله. طاحنا ذليل لا رجل لا، الله يذلكم ويذل حالتكم. يعني هذا الشيء يرضيكم؟ راكم عاجبكم الحال؟ عاجبكم الامر اللي كنوصلتوا ليه من الذل والرخص والطحين؟ فرنسا هذه عمرها ما كانت صديقه لا ليك لا ليا لا لتونس لا لليبيا لا لاي بلد. لكن المروكي علاش ما قدرناش نتفاهموا مع جدو الحلوف؟ علاش الجزائري ما قدرش يتفاهم مع المروكي؟ ما قدرناش نتفاهموا باسكو الكيمياء مش كيف هذوك عبيد. ما تقدرش دير العبيد مع الاسياد، ما تقدرش. انا البارح قاعد نشوف الصنايني يدير في تحليل للاحداث تاع فرنسا، واقف مع فرنسا قلب ورب. هاو انت واقف مع فرنسا، واقف مع اسرائيل، واقف مع المزابل تاع العالم كلها. راك حاب الجزائر يرضى عليك وحاب السعوديه. البارح السعوديين يمرمدوا في المراركه، لانه اصبحت الخيانه والذل والهوان ولا واضح عليهم، ولا ما يقدروش حتى في المواقف اللي يبينوا فيها النخوه تاعهم والرجوله تاعهم ما يقدروش يبينوها، يكتمها لانه اصلا ما عندهمش رجوله، ولكن يكتمها، يتراجع، ما يقدرش يحكي على القضيه الفلسطينيه. لازم يداهن اليهود ولازم يبين روحه باللي هو صديق اليهود وباللي هو انسان مع اليهود. ما يقدرش يتكلم على فلسطين وعلى القدس برجوله، ما يقدرش المروكي. لكن الجزائري يقدر حتى في هيئة الأمم المتحدة، حتى في كل وسائل الإعلام، في كل مكان يقدر يرفض الإعلام تاع فلسطين ويرفع الراية تاع فلسطين ويترافع من أجل فلسطين. ما يقدرش يديرها سمك الشبوط. مذلولين. حدو يرفع الراية تاع إسرائيل كي يعني هذا هو الحد نتاعو، يرفع الرايه تاع اسرائيل ويمجد ويهلل اسرائيل. فرنسا تقتل شاب عربي، تقتل شاب مسلم، ما يقدرش يتعاطف مع الشاب العربي المسلم، يتعاطف معاه لانه عبد، يتعاطف ولانه مذلول، ولانه حتى فرنسا ذلته معفسه عليه، حتى في الفيزا يدوها بالرخص ويدوها بالكف ويدوها بالبزاق ما تعطي لهم، ويروحوا حراقه باش يقدروا يدخلوا فرنسا، رغم الذل اللي راهم فيه، رغم كل شيء يروحوا يوقفوا مع فرنسا ضد الشباب الجزائري. اسكت، كما يقول لك اذا ما قدرتش تقول خير، اذا ما تستطيع ان تقول خيرا فاصمت، قل خيرا او اصمت. هذا هو الدين تاعنا. قول كلمه الحق ولا اسكت. نتايا شفت الاعمال تاع الشغب اللي جات، بصح ما شفتش نتايا كيفاش حبسوا طفل اللي يقود في سياره عمره 17 سنه. الاتفاقيات الدوليه تتعامل، الاتفاقيات تاع الدوليه اللي يعرف في القانون، الطفل هو كل شخص دون 18، كل انسان دون 18 سنه هو طفل. عمره 17 سنه يقود في سياره، تجي انت تحبسوا الشرطه وتضربوا بالرصاص. يعني يا اخي انت عبد ولا حيوان؟ انت ذوك المروكي، انت انسان ولا حيوان؟ تشوف منظر كيما هذا وقلبك ما يتحركش. قبل ما تجي تناقش، انا تمنيت نلقى مروكي واحد من المحللين السياسيين تاعهم، ولا تمنيت انه يروح ينظر من الزاويه تاع الطفل ومن الزاويه تاع اهل الطفل. علاش دائما شايفين تشوفوا غير في الكوتي تاعكم دائما وترددون اكاذيب المخزن؟ دائما تقعدوا تعاودوا فيها المخزن يكذب عليكم، قاعدين تعاودوا يا المراركه. المخزن هذا اللي قال لكم راني ساعدت الثوره الجزائريه، كذب عليكم، ما ساعدش الثوره الجزائريه. المخزن سلم الثوار الجزائريين، سلم قادة الثورة الجزائرية، سلمهم لفرنسا في طائرة، قال لهم هاي عندكم ادوهم، سجنوهم، اعتقلوهم. لما سئل الحسن الثاني قالوا له علاش سلمت الطائرة تاع الثوار، علاش ما اديتها لهم؟ قال لهم اخاف ان تنشأ جبهة التحرير المغربي عندي هنايا ودير لي مشكل للحكم نتاعي. هاي الحقيقة اللي ما تحبوش تعرفوها. قاعدين تحكوا على وجدة نتاعنا احنا الجزائريين. العقلية تاع الانسان الوجداوي اصلا عقلية تاع واحد جزائري. الجزائريين كانوا يتدربوا في وجدة رغم أنف الملك، رغم أنف الحسن الثاني، ورغم أنف اللي معاه، كانوا يتدربوا لأن هذيك الأرض
فيها وذاك التعامل كان مع الشعب، ذاك الوقت كان التعامل تاع مع الشعب. ما تغلطوش الناس وما تكذبوش عليهم، ما تكذبوش عليهم. انتم في 63 غير دات الجزائر الاستقلال تاعها، جا الحسن الثاني صادم بالجيش تاعو يريد ان يحتل البلد. لو كان ما ربي لطف، لو كان ما ربي لطف كان معول يحتل الجزائر. خونه. واش راح تجي تحكي لي انت، تحكي لي على المروكي؟ انا قلت لكم الاسد يجيب اسد والكلب يجيب كلب. المروكي ما يجيب غير كلب، ما يولد غير كلب كما هو، لانه هو كلب. تنتظر منه راح يجيب لك كلب ذا سلوقي، تتوقع راح يجيب لك اسد، راح يجيب لك سبع. ما يجيبلكش.